اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم من الأولين والآخرين. من الأمور التي كثر الكلام عليها في الفترة الأخيرة مسألة عبد الله بن سبأ، حتى أصبح هذا الموضوع حديث الساعة، بل البعض أخذه من البديهيات، حتى إن البعض منهم أصبح يطلق كلمة السبائية على الشيعة وكأن المسألة بديهية. وأصل المسألة أو مقتضى المسألة إن مذهب الشيعة مذهب الحق مذهب التشيع الذي أسسه هو عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ هذه الشخصية اليهودية التي أسلمت كما تقول الأسطورة التي نقلها سيف بن عمر التميمي. هذه الشخصية أسلمت، وبعد أن أسلمت ادعت بأنها من موالين علي بن أبي طالب، ثم ذهبت في الغلو في حق علي بن أبي طالب واستمالت الصحابة وجعلت منهم حزبا أسموه باسم شيعة أو أتباع علي أو حزب علي، وعلي بريء منهم. هكذا ينقل الواقع سيف بن عمر التميمي ومن صدق بهذه الخرافة، إلى أن تصل المرحلة بحيث هذا الرجل اللي هو عبد الله بن سبأ استطاع أن يستميل الصحابة ويستميل القوم إلى قتل عثمان بن عفان، وفعل كل ذلك أو فعلت كل ذلك هذه الشخصية في زمن وجود الصحابة مع وجود التابعين مع وجود الأمة الإسلامية. قال عبد الله الجنيد في كتابه حوار هادئ صفحة 52: لقد بدأ سب الصحابة وسن، أي يقصد عبد الله بن سبأ، عنوان الموضوع من الذي بدأ سب الصحابة. يقول لقد بدأ سب الصحابة وسن هذه السنة رجل يهودي تستر بالإسلام اسمه عبد الله بن سبأ، حسب اعتراف أحد أكبر وأقدم أئمة الشيعة وهو النوبختي قدست نفسه الزكية. نمر إن شاء الله على النوبختي ونرى هل النوبختي قال ذلك. أول شيء من الذي ذكر هذه الشخصية، يعني من الذي قال بأن هناك شخصا اسمه عبد الله بن سبأ، هذا الشخص استطاع أن يفعل هذه الأعاجيب، استطاع أن يستميل الصحابة، ويقينا هذه المسألة تقدح بعدالة الصحابة، لكن القوم يمرون عليها مرور الكرام. المهم، من أول من قال بأن هناك شخصية بهذا الاسم استطاعت أن تفعل ما تفعل؟ أول ما ذكر هذا الكلام الطبري، اعتمد الطبري في روايته عن سيف بن عمر التميمي. يعني مسألة وجود عبد الله بن سبأ مسألة وضعها أو وجدها سيف بن عمر التميمي، هو الذي قال هذه المسألة. سيف بن عمر التميمي بلا شك بلا إشكال اتفقت الأمة على ضعفه، يعني اتفق على أنه كاذب. لا يخلو كتاب من كتب الرجال لترجمة هذه الشخصية إلا وقال فهو كذاب ضعيف، يأتي بالأقاويل الباطلة، صاحب أساطير، وهو الذي اخترع أسطورة القعقاع، هذه الشخصية الوهمية. فالرجل صاحب أساطير لا يؤخذ بكلامه. إذن الشخصية نقلت لنا عن طريق شخص واحد فقط. بالمناسبة خلينا شوية نركز بهذه النقطة. هذه الشخصية اللي حدثتها بالتاريخ مو بالشيء الهين على ما يقولون، يعني اتصور خطورة الموقف. استطاعت أن تستميل الصحابة، أي بمعنى تغش وتخادع الصحابة وتجعل الصحابة شنو مولانا أتباعا له، وينقلبون على الحكومة آنذاك، وإدخال أفكار غريبة إلى الصحابة. هذه الشخصية بهذا الحجم الكبير لم ينقلها إلا شخص واحد كذاب صاحب أساطير. يقينا يتبادر إلى الذهن هذه المسألة لا صحة لها. إن كان هكذا المسألة لنقلتها الأمة بتواتر، باعتبار خطورة المسألة، مسألة الصحابة مو بالشيء الهين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، والله متابعتك شرف إني. بشكل سريع، سيف قال عنه الكشف الحثيث
في معرفة أصول الحديث، كان سيف يضع الحديث وقد اتهم بالزندقة، هذا اللي قاله ابن العجمي. النسائي قال عنه ضعيف، الضعفاء النسائي. الأصفهاني قال متهم في دينه، مرمي بالزندقة، ساقط الحديث لا شيء، هذا الكلام في ضعفاء الأصفهاني. الحاكم النيسابوري قال اتهم بالزندقة وهو في الرواية ساقط. ابن حبان قال يروي الموضوعات عن الإثبات. يحيى ابن معين المعروف بأنه أمير المؤمنين في الجرح والتعديل قال عنه ضعيف الحديث، ومرة أخرى قال فلس خيرا منه، هذا الكلام في تهذيب التهذيب الجزء الرابع صفحة 259. أبو داود قال ليس بشيء. الدارقطني قال عنه ضعيف. يعني هناك إجماع على رفض هذا الرجل جملة وتفصيلا. هذا الرجل الوحيد الذي نقل مسألة عبد الله بن سبأ. إذن سقطت المسألة بالأساس ولا وجود لها. بعد اكو مسألة ثانية في غاية الخطورة حقيقة للي مطلع على التاريخ. الطبري من المتأخرين الذين كتبوا التاريخ. الذين كتبوا قبل الطبري ناقشوا مسألة عثمان بن عفان بشكل واسع جدا وبشكل دقيق، ولم يتركوا صغيرة ولا كبيرة إلا ناقشوها. مثل ابن سعد في الطبقات، هذا متوفي سنة 230 هجرية، ما ذكر شيء عن شخصية بهذا الاسم، مع العلم رجل الشخصية جدا مهمة على ضوء الفكرة اللي طرحت. هذه وحدة. اثنين، الرجل ذكر الصغيرة والكبيرة، ما ذكر هكذا شخصية. وكذلك البلاذري اللي توفى 279 هجرية في أنساب الأشراف أيضا تعرض للحادثة، ما ذكر الشخصية. الإمام الدينوري أو الدنيوري العفو، أبو حنيفة الدنيوري متوفي سنة 290 هجرية أيضا ما تعرض لهذه الحادثة. المسعودي توفى سنة 345 هجرية صاحب مروج الذهب، ما تعرض لهذه الحادثة. ابن قتيبة متوفي سنة 276 هجرية في الإمامة والسياسة، ما تعرض لها. اليعقوبي اللي توفى 284 في تاريخ اليعقوبي. المبرد اللي توفى 285. والأسماء كثيرة إذا ردنا نعدها، لكن الغاية من هذه الأسماء ماذا؟ كل الذين بإجماع الذين كتبوا قبل الطبري لم يتعرضوا لهذه الشخصية ولم يذكروها بشيء أبدا نهائيا، رغم تعرضهم إلى مسألة عثمان بن عفان بشكل دقيق باعتبار حدث تاريخي. شنو هذه إشارة لمن؟ هذه إشارة على أنها الشخصية اخترعت أو أصبحت جاهزة للاختراع في وقت الطبري، والطبري أخذها من سيف بن عمر التميمي، وقلنا ما قلنا عن سيف بن عمر التميمي نقلا عن كتب القوم. إذن الحصيلة اللي نوصل إلها من خلال هذه البداية بأن الطبري اللي توفى 310 هجرية بالمناسبة، اللي هو يعتبر متأخر قياسا بالبقية، هو الوحيد الذي ذكر هذه الشخصية. طيب ذكرها من ذكرها من سيف بن عمر التميمي. سيف بن عمر التميمي متفق على انه رجل غير ثقة. اذن الشخصية وهمية خرافية. تبقى مسألة يجب الاشارة اليها. بما ان الحدث تاريخي، لماذا لا يتم التساهل في الاسانيد في هذه الحادثة؟ باعتبار هذا حدث تاريخي، مو مسألة عقائد او فقه حتى نشترط السند. احنا ما اشترطنا السند ولا قلنا بالسند، بل قلنا الحدث التاريخي اذا تساهلنا في مسألة الاسناد لابد ان يكون قد ذكر من قبل المتأخرين والمتقدمين من اكثر من مصدر، مو مصدر واحد، وناقل المصدر غير موثوق به بالأساس، لا يوجد من يقول عنه بثقة أو ما شابه ذلك، بل اتفاق على كذبه، اتفاق على أنه صاحب أساطير. هذه نقطة رقم 1. نقطة رقم 2، القصة الحادثة ليست بهينة. يعني شخص يهودي، هي تخالف العقل بالمناسبة لكن نتماشى مع الأحداث. شخص يهودي يسلم
يأتي إلى الإسلام يستطيع أن يغير مجرى التاريخ، بحيث هؤلاء الصحابة اللي هم عدول، وراح نثبت من هم الصحابة الذين استمالهم، بل قال البعض بأنه أحد الصحابة، وهم من مر عليها إن شاء الله. هذا الرجل استطاع أن يفعل ما يفعل من شيء عظيم لا يذكر إلا عن طريق هذا الكذاب. يعني الحادثة كبيرة جدا، ما يمكن، مستحيل، استحالة على العقل أن يذكرها كذاب وضاع للحديث فقط، والكل من مر على التاريخ لا يوجد ذكر لها. للإنصاف هناك من أهل السنة عندما رجع إلى الحقيقة، عندما بحث في التاريخ، قال بأن الشخصية وهمية. مثلا الدكتور طه حسين يقول إن أمر السبعية وصاحبهم ابن السوداء إنما كان متكلفا منحولا قد اخترع بآخره، حين كان الجدال بين الشيعة وغيرهم من الفرق الإسلامية. أراد خصوم الشيعة أن يدخلوا في أصول المذهب عنصرا يهوديا امعانا في الكيد لهم والنيل منهم. يعني الرجل هذا الكلام اللي يريده عليا وبنوه، صفحة 518. هذا الكلام واضح، يقول المسألة مخترعة بعد ما رجعنا إلى مصادر التاريخ. الأستاذ سهيل زكار محقق كتاب المنتظم لابن الجوزي في المجلد الثالث بالهامش صفحة 302، عندما تعرض إلى شخصية ابن سبأ قال إن المرجح أن ابن سبأ لم يوجد بالمرة، بل هو شخصية مخترعة. حتى الدكتور عبد العزيز الهلابي اللي هو استاذ في قسم التاريخ في جامعة الملك سعود بالرياض، عنده كتاب اسمه عبد الله ابن سبأ، في بعد التحقيق في صفحة 71 ماذا يقول؟ يقول الذي نخلص إليه في بحثنا هذا أن ابن سبأ شخصية وهمية لم يكن لها وجود، فإن وجد شخص بهذا الاسم فمن المؤكد أنه لم يقم بالدور الذي أسنده إليه السيف وأصحابه وأصحاب كتب الفرق، لا من الناحية السياسية ولا من الناحية العقائدية. يعني يقول المسألة هذا خرافة، وإذا كان موجود هيك، وإذا هاي إذا راح نحتاجها إن شاء الله، نعم موجود هكذا شخصية، ما معقولة تقوم بكل هذه الأفعال، ما معقولة تستطيع أن تغير عقائد الصحابة. هذا الكلام كثير من الكتاب بالعصر الحاضر يأيدون هذا الكلام أو يسيرون على ضوئه، مثل أحمد عباس صالح، هذا الرجل اللي عنده كتاب في هذا المجال، أو بالتحديد اسم اليمين واليسار، في الصفحة 95 ناقش المسألة قريب لهذا الكلام. لكن هناك من نحى نحوا آخر في المسألة، وهذا النحو أكثر خطورة حقيقة. أنا أستغرب مصطفى الشبيبي بكتاب الصلة بين التصوف والتشيع، الرجل تكلم كلام هو مستند إلى الدليل، لكن دليله للأسف مناهض، فأسقط نفسه في هذا الكلام. في صفحة الجزء الأول صفحة 89 الصلة بين التصوف والتشيع، قال: والسبئية على هذا الأساس فرقة قادها عمار بن ياسر رضوان الله عليه، الذي أطلقت عليه قريش ذلك اللقب الرمزي، وأضافت إلى آرائه في علي مبالغات وأضاليل لتضيف إلى أفكار عمار ما يخرج بها عن المعقول ويسلبها قوة الإقناع، إلى آخر كلامه. يعني يذهب إلى القول بأن ابن سبأ هو عمار بن ياسر. هسه نشوف مصدر هذا الكلام، كلام حقيقة قبيح بحد ذاته. عمار بن ياسر شهيد وبشره رسول الله صلى الله عليه وآله بالجنة. هسه مو بس عمار مبتلى بهذه المسألة، هذا الكلام كلام خطر. أيضا علي الوردي، الدكتور علي الوردي في كتابه وعاظ السلاطين هم يمر عليه الكلام مقتضى بأن هذا عبد الله بن سبأ هو عمار بن ياسر نفسيته رضوان الله عليه، رضوان الله على عمار بن ياسر. لكن بني أمية أطلقوا عليه هذه التسمية للتمويه للإساءة حسب ما يعتقد الكاتب. الدكتور علي الوردي في كتابه تيارات الفكر، في كتابه العفو وعاظ السلاطين، ماذا يقول علي الوردي في كتابه وعاظ السلاطين؟ يقول إن ابن سبأ لم يكن سوى عمار بن ياسر،
لا إله إلا الله. يقول أن ابن سبأ لم يكن سوى عمار بن ياسر، فلقد كانت قريش تعتبر عمارا رأس الثورة على عثمان، ولكنها لم تشئ في أول الأمر أن تصرح باسمه، فرمزت عنه بابن سبأ أو ابن السوداء، وتناقل الرواة هذا الأمر غافلين وهم لا يعرفون ماذا يجري وراء الستار. كلام أيضا خطير. خادمكم حبيب قاطع، الله يحفظك. الدكتور علي سليمان النشار بكتابة تيارات الفكر الإسلامي صفحة 203 يقول من المحتمل، أنا هذول اللي أذكرهم بالطرف الثاني أو بالجانب الثاني يقولون بأنها شخصية عمار بن ياسر، أذكرهم للاستشهاد. ليه يتصور واحد يعتقد بأن عبد الله بن سبأ هو عمار بن ياسر؟ أنا أريد من خلال هذا الكلام أريكم كيف انحراف الفكر السني للأسف الشديد، كيف انحداره إلى الهاوية. المهم، الدكتور علي سليمان النشار كتابه تيارات الفكر الإسلامي يقول ومن المحتمل أن تكون شخصية عبد الله بن سبأ شخصية موضوعة. اي نعم موضوعة، هذا يقين مو احتمال. او انها رمزت الى شخصية ابن ياسر عمار وانتم من اهل الاحسان، كما فعل الامويين بكلمة تراب والترابيين. ومن المحتمل ان يكون عبد الله بن سبأ هو مجرد تغليف لاسم عمار بن ياسر رضوان الله على عمار بن ياسر. هذا عمار بن ياسر لكونه شيعي حدث ذلك. بعد اكو شيعي ثاني ايضا مبتلى من قبل هذه الاقلام التي تخدم السلطان. هذا القلم قلم من مولانا صاحب المقالات والفرق، هذا الاشعري، شي يقول السبئية اصحاب عبد الله بن سبأ، وهو عبد الله بن وهب الراسبي الهمداني. لا إله إلا الله. هذا عبد الله بن وهب الراسبي الهمداني من أصحاب الإمام علي عليه السلام، من خلص أصحابه. فمن يكتب عن الفرق يصل للفرقة السبعية يقول ذولا اتباع عبد الله بن وهب الراسبي الهمداني، اللي هو تعرفون الهمداني، يا حارة همدان من يمت يرني، تعرفون هذه الابيات ان شاء الله. يصف هذا الرجل، هذا الصحابي الجليل اللي هو من مقربين للامام علي عليه السلام، بان هو عبد الله بن سبأ. البراذري في انساب الاشراف ايضا يمر بهذا الكلام. ماذا يقول؟ شوف التهجم على أصحاب الإمام علي عليه السلام. البعض يسأل يقول وين رواياتهم؟ هذا سبب إخفاء رواياتهم، هو تشويه سمعتهم من قبل هكذا كتبه. شو يقول البلاذري؟ يقول أما حجر بن عدي رضوان الله عليه، حجر بن عدي، وعمر بن حمق الخزاعي رضوان الله عليه، وحب بن جوين البجلي، ثم العرني، وعبد الله بن وهب الهمداني، وهو ابن سبأ. سمعت مولاي؟ عبد الله بن وهب الهمداني هذا الراسبي يقول هو ابن سبأ. هذا البلاذري في انساب الاشراف شو يقول؟ فانهم اتوا عليا فسالوه عن ابي بكر وعمر الى اخر الكلام. هذا الكلام يذكره صاحب انساب الاشراف الجزء الثاني صفحه 383. يريد يقول شنو؟ يقول عبد الله ابن وهب الراسبي هو نفسه ابن سبأ، يعني محاولة للإساءة إلى هذه الشخصية التاريخية اللي لها ما لها من المكانة. هذه شخصية عبد الله بن سبأ بشكل مختصر عند الفكر السني المخالف للأسف الشديد، ويمكن عرفتوها. أصل الفكرة بالأساس خطأ. لذلك أنا عند أحد حواراتي مع أخونا أشرف غريب ومفارقين بهالفترة الطويلة، كانت عندنا اتفاق على سلسلة حوارات، لكن غاب هالفترة من شهر رمضان، وأنا منتظره وباقي منتظره إن شاء الله، وقاعد نتواصل وياه بالواتساب، لكن ما يرد لنا جواب. عندنا بعد حوارات نكملها واتفاقيات، الغايب عذره وياه. المهم في أحد الحوارات طلبت من عنده سند صحيح لوجود هذه الشخصية بالتاريخ. إن صعب عليك ذلك ائتيني بأكثر من طريقين 3 لوجود هذه الشخصية، حتى لو ضعيف. ما معقولة يعني شخصية تفعل ما تفعل ولم يذكرها إلا كذاب واحد.
سبحان الله، وما ذكروها اللي قبله. المهم هذه الشخصية اتضح عند أهل السنة بأن هناك من المتحررين، وهذا الكلام للإنصاف، نريد ننصف أخوتنا من أهل السنة، هناك من يقول بأنها خرافة فلا وجود لها، وهناك من انحدر انحدارا شديدا بحيث اتهم عمار بن ياسر واتهم الصحابي الجليل الهمداني بأنهم هم أو أحدهم هو ابن سبأ والعياذ بالله، وهذا انحدار خطير جدا. لكن ما موقف الشيعة من هذه الشخصية؟ أو هل ذكرت هذه الشخصية في كتب الشيعة؟ نعم مولانا، ذكرت هذه الشخصية في كتب الشيعة. كتب الشيعة ذكرت شخصية عبد الله بن سبأ، لكن ليست الصورة التي رسمها سيف بن عمر التميمي. ذكرت هناك شخص يهوديا أسلم ادعى الربوبية بعلي بن أبي طالب والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله، فقتله علي بن أبي طالب. هذه المسألة. خلينا نشوف أقوال الشيعة ونمر على أقوال الشيعة. العلامة الحلي في كتاب خلاصة الأقوال صفحة 370 يقول عبد الله بن سبأ غال ملعون حرقه أمير المؤمنين عليه السلام بالنار، كان يزعم أن عليا عليه السلام إله والعياذ بالله، وإنه نبي لعنه الله. هذا يدعي بأن هو عبد الله بن سبأ نبي وعلي إله والعياذ بالله. طيب السيد الخوئي قدست نفسه الزكية، أنا كان بدي أذكر كلام بقية العلماء لكن الوقت ياخذنا. خلينا نشوف السيد الخوئي بعد ما راجع الروايات. المحقق الخوئي له باع طويلة في جميع المجالات، جزاه الله خيرا، وإن شاء الله أجره على رسول الله صلى الله عليه وآله. حقيقة الرجل ما ترك مسألة إذا ما حققها بشكل واسع. المهم السيد الخوئي قدست نفسه الزكية في كتاب معجم رجال الحديث جزء 11 صفحة 207 بعد أن سرد الروايات الشيعية التي تقول بوجود هذه الشخصية، ماذا قال؟ كلامه أعتقد يوضح وجهة نظر أو الفكر الحقيقي لمذهب الحق مذهب التشيع. يقول فهذه الروايات تدل على أنه كفر وادعى الإلوهية في علي لأنه قائل بفرض إمامته، مضافا إلى أن أسطورة عبد الله بن سبأ وقصص مشاغباته الهائلة موضوعة مختلقة. شوف مولانا الفرق بين بين الفكر الشيعي والفكر الآخر المنحرف. يقول اختلقها سيف بن عمر الوضاع الكذاب، ولا يسعنا المقام الإطالة في ذلك والتدليل عليه، وقد أغنانا العلام الجليل والباحث المحقق السيد مرتضى العسكري فيما قدمه من دراسات عميقة دقيقة عن هذه القصص الخرافية وعن سيف وموضوعاته في مجلدين طبعا باسم عبد الله بن سبأ، وفي كتابه الآخر 50 ومائة صحابي مختلق. الله وفقنا، حصلنا كتاب عبد الله بن سبأ وهو الآن في المكتبة ولله الحمد، لكن كتاب 150 صحابي مختلف لحد الآن ما وجدناه، وإن شاء الله نوجده. المهم هذا مو موضوعنا. شوف مولانا رأي السيد الخوئي رأي صريح وواضح، قاعد يقول لك نعم اكو شخص اسمه عبد الله بن سبأ يهودي أسلم ادعى الغلو بعلي، عاقبه الإمام علي، انتهت المسألة. أما هذا الكلام بأنه استمال الصحابة، بأنه أحدث ثورة ضد عثمان بن عفان، بأنه أسس المذهب الشيعي، عليكم السلام حبيب عبد الحسين، هذا الكلام يقول خرافة ما إلى كل صحة. لذلك بالمناسبة الشيء بالشيء يذكر. أحد المخالفين غفر الله ذنبه بغرفهم، هذا الكلام قبل 3 سنين أو أكثر، ذكر كان موضوع عن السيد الخوئي قدست نفسه الزكية، فتهجم على السيد الخوئي بكلام شديد، من ضمنها هذا الكلام واعتبرها كذوبة للسيد الخوئي. وأنا أنصح أخواننا المخالفين يحضرون ورقة وقلم ويكتبون هذا السؤال أو هذا الكلام. هذا الرجل تهجم على السيد الخوئي واعتبر هذه الكلمة من أكاذيب السيد الجليل أبو القاسم الخوئي قدست نفسه الزكية. وين أكذوبة؟
سيد الخوي كما قرأت لكم قال اختلقها سيف بن عمر الوضاع الكذاب. الرجل ايش قال لا ما تبيها سيف بن عمر. شوف خوئكم ايش قد يكذب وبدأ ينزل. هذه القصة حقيقية مو اختلاق، وذكرها الطبري وذكرها من فلان وفلان، وبدأ يعدد جميع اللي ذكرهم وعددهم خذوها منين؟ من سيف بن عمر. الحمد لله والشكر عند الطرق موجودة كلها. أغنانا جزاه الله خير الجزاء العسكري، جزاه الله خير الجزاء المحقق السيد مرتضى العسكري، فجميع الطرق موجودة كلها لسيف بن عمر، يعني أخذوا من سيف بن عمر. المهم كان سؤالي له هكذا. سؤالي أنت تقول بأن الخوئي قد كذب، حاشاه من الكذب، بأنه يتهم سيف بن عمر اخترع أو اختلق هذه الأكذوبة. انطيني شخص ثاني قال بهذا الكلام، يعني قال بوجود عبد الله بن سبأ. تفضل قدامك كتب التاريخ أو ابحث بالقديم والحديث، لا يمر بسيف بن عمر. حدثني فلان عن فلان عن فلان عن سيف. شيل سيف، إذا شيل السيف ما تلقى أي طريق. إذا السيد الخوئي كان مصيبا بالكلام، وبعد 100 سنة ما يجاوبون على هذا السؤال. والسؤال واضح اللي أطالب أخوتنا من المخالفين أن يكتبوه أمامهم. هل يوجد لديكم طريق آخر عن شخص آخر غير سيف بن عمر؟ عندكم طريق ثاني؟ أكو شخص قبل سيف بن عمر تكلم وقال بهذه الشخصية؟ هكذا كان السؤال. المهم نكمل. الآن ايش بقيت؟ أنا تركته بالأخير، بقى كلام النوبختي. أنا تعمدت العفو أن أترك هذا الكلام بالأخير لغاية في نفس يعقوب. يعني أول شيء ناقشنا مسألة أو شخصية عبد الله بن سبأ عند القوم، وجدناها خرافة لا وجود لها. عند الشيعة موجودة لكن لا مثل ما موجودة في أذهانهم، مو فكرهم نهائيا. بقت مسألة النوبختي، هذه المسألة راح أمر عليها بشكل سريع حتى لا أطيل عليكم. هواي تطرق وهواي ردينا عليها وناقشناها أكثر من مرة. النوبختي في كتابه الفرق يكتب عن الفرق وماذا تعتقد الفرق. نقل فرقة تسمى بالسبعية. نعم وجود فرقة هكذا. هذه الفرقة شنو معتقداتها بأنها تسب الصحابة وتقول في علي الألوهية والعياذ بالله، أو ما دون ذلك، أو ذلك بالتحديد. فالرجل ناقل وليس هو صاحب الرأي. يعني اللي يكتب في مجال الفرق والنحل، اللي يكتب ينقل كلامهم، ينقل ما أتوا به، ما قالوا به. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا آسف على هذا الانقطاع. أول شيء الكتاب اللي وضع النوبختي عن الفرق هو اختصارا لكتاب المقالات والفرق لسعد بن عبد الله الأشعري. فالرجل اختصره وأخرج منه الفرق التي تخص الشيعة ووضعه، فهو مختصر للكتاب وليس هو صاحب الكتاب. هذه نقطة رقم 1. ثاني شيء هذا الكلام اللي موجود هو نصا موجود في كتاب المقالات والفرق للأشعري. الرجل سوى نقله كما هو من باب الأمانة، يعني الرجل ما قال هكذا المسألة، بل ناقلا للمسألة، وناقل الكفر ليس بكافر. وأضف إلى ذلك حتى سعد بن عبد الله الأشعري عندما تكلم عن المسألة قال بعض أصحابنا، يعني نقلا عن بعض الذي قال ذلك، وليست المسألة مسألة اعتقاد. ممكن نلخصها بشيء آخر، ممكن تلخيصها بمسألة يكون بعد أوضح. عليكم السلام ورحمة الله حبيبي بارك. اللي يكتبون عن الفرق والملل، هيك أريد أكون أن جوابه بشكل مبسط، ينقلون ما تعتقد هذه الفرقة. شلون الشهرستاني إمام السنة اللي كتب بالملل والنحل، الكتاب موجود بالمكتبات. مثلا إذا كتب عن الشيعة شو يقول ويعتقدون بأن علي بن أبي طالب هو وصي رسول الله صلى الله عليه وآله أسوى عنده وسلم. طيب هذا مو معناها الرجل يعتقد ذلك، بل هو يتكلم عن شخصية
الشيعة أو ما يعتقده الشيعة أو ما يذهب إليه مذهب الشيعة، فكذلك النوبختي وقبله الأشعري تكلموا عما تعتقده السبئية، فالكلام ليس اعتقادا من المؤلف. إذا أضفنا إلى آخر الكلام، أنا أريد بشكل مختصر، إذا أضفنا إلى آخر الكلام، إذا تكمل الكلام يقول وهذا ولذا اتخذه أعداء الشيعة مطعنا بهم، يعني لهذا السبب أعداء الشيعة اتخذوا هذه المسألة طعن بهم. إذن الرجل هو من أئمة الشيعة، لا يؤمن بهذه الفكرة، يقول لهذا السبب أعداء الشيعة طعنوا بالشيعة بسبب هذا الشيء. إذن بقيت شغلة بعد ما أثبتنا بأن هذا الرجل موجود عند الشيعة، ووجوده مجرد رجل أسلمه وادعى الغلو في علي بن أبي طالب عليه السلام وعوقب على ذلك، فوجود هذه الشخصية استغلها سيف بن عمر التميمي ليجعل منها أسطورة وفعلت ما فعلت. أنا أكتفي بهذا القدر هذا، وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.